السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني متتبعي قناتكم يومية فلاح. مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نوريكم الطريقة الصحيحة لتسميد الأشجار المثمرة، وكذلك غادي نشوفوا أنواع الأسمدة اللي كنوضعوا في الأشجار باش نغديوها، وكذلك الوقت المناسب لتسميد. وقبل ذلك نتوكل على الله وعلى بركة الله. فأول شيء كنقوم به هو أننا كنديرو واحد الحوض داير على الشجرة بحجم أغصان الشجرة. إذا كانت شجرة صغيرة غيكون حوض صغير، كانت شجرة كبيرة غيكون حوض كبير بالحجم ديالها. من بعد ذلك كيف كتشاهدوا غنقي الأرضية من الربيع اللي نابت والحشائش، الأوراق اللي هي جافة والميتة، وكندير شوية ديال التراب حول الساق. ثم بعد ذلك كنجيب هاد السماد هذا كيف كتشوف فيه واحد ثلاثة ديال الألوان، الأبيض والأحمر واللون قهوي. هذا فهي كنقولوا ليه هو NPK، يعني الأزوت والفوسفور والبوتاس، وهذه فهي أسمدة صناعية كيميائية. هنا كيف كتشاهدوا كنديروا هاد NPK بهذا الشكل دائري بعيد على الساق الرئيسية، وكل ما بعدنا على الساق الرئيسية إلا كنلقاو الجذور اللي كتكون قوية وكتكون عندها قابلية للامتصاص ديال الماء والأغذية كذلك بشكل قوي. هاد الأسمدة هذه كنوضعوها بشكل متوازي مع الأغصان، آخر الأغصان المتواجدة بالشجرة. من بعد ذلك كنغطيوه بالتراب بهذا الشكل هذا كيف كتشاهدوا، باش يكون الامتصاص سريع والذوبان، وكنقوموا بريه بعد ذلك. هذه بالنسبة للطريقة الأولى. كاينة واحد الطريقة واحدة أخرى، هي أننا كنقوموا بحفر واحد خندق صغير أو حفر أو دائرة، كنحفروها بحال من هذا الشكل هذه على شكل الغصن. كيف كتشاهدوا الشجرة هذه الأغصان ديالها متدلية، وحنا درنا هاد الدائرة على شكل باش يجي متوازي مع الأغصان ديال الشجرة. وبعد ذلك كناخدو السماد، هاد المرة ناخدو السماد الطبيعي اللي هو السماد ديال مخلفات الدجاج. وهذا مخلفات الدجاج فهو سماد قوي جدا، فهو أقوى من السماد ديال البقر وديال الماشية على العموم. وهذا كيف شفتوا قبل فهو هذا الصناعي. حنا غادي نقوموا بوضع هذا السماد ديال الدجاج بهذه الطريقة في هذاك الخندق اللي درناه حنايا، ديك الحفر اللي حفرنا حنا بهذا الشكل هذا. ومن بعد ما كننتهيو من هذه العملية كنقوموا بتغطية هذا السماد بالتراب. فالجذور يعني أنا وضعنا في هذه البلاصة هذه كاين الجذور القوية والتي تمتص الماء بقوة، فهي كاينة في هذا المكان هذا. أما الجذور المتواجدة بجانب الساق فهي تكون ضعيفة في إيصال الماء والغذاء للشجرة. كيف كتشاهدونا كنغطيوه، ومنين كنغطيو فكنقوموا بعملية الري باش تمتص ويذوب هذا السماد في التربة ويمتص الشجرة بأسرع وقت ممكن. والوقت المناسب لتسميد الأرض وهو في الفترة اللي كتكون فيها الطقس بارد. منين كيبدا يسخن الحال مكنبقاوش نديرو السماد هذا بصفة عامة. في الأخير نتمنى أن الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا معنا. وفي الأخير إذا عجبكم الفيديو المرجو الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم.